عمركم شفتوا الخيانة وهي داخلة بيتكم برجليكم وانتوا فاكرينها أمان؟ أنا النهاردة هحكي لكم حكاية لو ما كنتش عشتها بنفسي كنت هقول إنها خيال. حكاية عن الثقة اللي ممكن تتحول في لحظة لخيانة، وعن الأمان اللي ممكن يتهد من أقرب الناس. أنا اسمي إلهام، عندي 38 سنة، مطلقة من أكتر من 10 سنين. جوزي سابني فجأة بعد ما اكتشف إنه عايش حياة تانية بره، ومن يومها وأنا قررت أعيش لابني وبس. ابني كريم عنده 17 سنة، دمي ولحمي وروحي كلها فيه. حياتي كلها كانت حواليه، كل حلم كنت بحلمه لنفسي بقيت بحلمه له. كنت بعمل المستحيل عشان ما يحسش يوم إنه ناقصه حاجة، ولا يحس إن حياته ناقصة أب أو ناقصة حنان. كريم شاطر بس شوية مهمل، فكنت دايماً بجيب له مدرسين وكنت بذاكر معاه بنفسي، لحد ما في يوم قال لي إنه عايز صاحبه أيمن يذاكر معاه لأنه بيرتاح معاه أكتر. أنا عارفة أيمن شاب مهذب، ودايماً كنت بشوفه داخل طالع مع كريم وكأنه واحد من العيلة. قلت لنفسي مفيش مشكلة، بالعكس أحسن ما يخرجوا بره البيت. أول مرة أيمن جه البيت كنت مستقبلاه كأن جبت لهم عصير وبسكويت وضحكت معاهم، وحسيت إن كريم مبسوط بوجود صاحبه. الأيام عدت وأيمن بقى بيجي كتير جدا. ساعات كانوا بيقفلوا على نفسهم الأوضة للمذاكرة، وساعات كانوا بيلعبوا بلاي ستيشن أو يقعدوا على اللابتوب، وأنا كنت في المطبخ أو في الصالة بحضر ليهم حاجات ياكلوها، وبفرح لما أشوفهم بيضحكوا ويتكلموا. كنت فاكرة إن أيمن ده زي ابني التاني، بس في حاجات صغيرة كنت بحسها غريبة، نظرات سريعة كده وهو ماشي، لحظات صمت مش مفهومة لما يبقى لوحده. كنت بقول لنفسي يمكن أنا بتوهم، ده في مكان ابني. في يوم عادي جدا كريم قال لي: ماما أنا نازل أجيب شوية حاجات من السوبر ماركت، هرجع بعد 10 دقايق. وساب صاحبه أيمن لوحده، وأنا كنت في المطبخ بحضر لهم الغدا. سمعت خطواته وهو داخل عليا بهدوء، وبعدين صوته واطي جدا: إلهام، ممكن أتكلم معاكي لحظة؟ بصيت له، كنت متوقعة يسألني عن حاجة تخص كريم. قلت له بابتسامة هادية: خير يا أيمن، في حاجة حصلت؟ سكت لحظة، وبعدين قال الكلمة اللي رجت كياني: أنا بحبك. اتجمدت مكاني مش مستوعبة. قلت له بعصبية: إيه؟ أنت بتقول إيه يا ابني؟ قال لي وهو بيبصيلي بنظرة غريبة كلها جرأة: أنا بحبك بجد، من أول مرة شفتك فيها وانتي داخلة المدرسة، يوم ما كنتي جايبة كريم. قلبي اتعلق بيكي وما قدرتش أنساكي. أنا مش باجي البيت ده علشان المذاكرة، أنا باجي علشانك انتي. حسيت بدوخة ما بين العقل والواقع، كل حاجة حواليا لست. ده طفل، ده صاحب ابني، ده دخل بيتي وأنا مأمنة عليه. قلت له وأنا رافعة صوتي: اتجننت؟ ده أنا في مقام أمك، عيب الكلام ده، غلط وما ينفعش يتقال. بس كان رده صادم أكتر: الحب مش بإيد حد، أنا حتى بمشي وراكي من بعيد من غير ما تحسي. يوم ما بشوفك فيه بحس إن الدنيا كلها حلوة. أنا نفسي أحبك وتحبيني. قلت له وأنا مرعوبة من الكلام اللي بسمعه: كفاية يا أيمن، أنت تلميذ لسه صغير، لازم تركز في دراستك ومستقبلك، مش في الكلام الفاضي ده. قال لي بابتسامة واثقة: أنا مش شايفة حد غيرك، حتى لو حاولت أبعد مش قادر. أنتي مختلفة، كل حاجة فيكي بتشدني ليكي. الخيانة اللي وجعتني اللحظة دي حسيت بخيانة من نوع جديد، خيانة مش بس لصداقة ابني، دي خيانة للثقة اللي حطيتها في حد كنت شايفاه زي ابني. كنت واقفة تايهة مش عارفة أرد ولا أعمل إيه. قلبي بيقول لي طرده حالا، لكن دماغي بتقول لي ده لسه صاحب ابني، لو عملت حاجة كريم هيتصدم وممكن يتكسر من جوه. قلت له بحزم: اسمع يا أيمن، الكلام ده مش هيتكرر، ومش هتدخل البيت ده تاني. أنا هنسى اللي حصل ومش هقول لابني، بس بشرط تبعد عن حياتنا للأبد. افتكرت إنه هيسمع الكلام، بس تخيلوا إنه فضل يجي تاني وكأنه مفيش حاجة حصلت. كان كريم يطلبه ولاقيه جه ويقعد يبصلي بنفس النظرات اللي بتخليني أتشل من مكاني. ولما كنت أحاول أتهرب كان كريم يسألني: ماما مالك؟ ليه مش عايزة أيمن يجي؟ في حاجة ضايقتك؟ واتسكت مش قادرة أقول. أيمن مش ولد عادي، شخصيته أكبر من سنه، كلامه حلو، بيعرف يتكلم بطريقة تخليكي تسمعيه غصب عنك. بس المشكلة إنه فاهم الحياة غلط، عايش في وهم حب ما ينفعش، وبيحاول يبرر لنفسه أي حاجة. قال لي في مرة لما حاولت أشرح له: أنا مش بشوفك كأم، أنا بشوفك كإنسانة أنا معجب بيها، حتى لو كنتي أم كريم ده مش فارق معايا. أنا قلبي اختارك. تخيلوا الجملة دي اتقالت من ولد صاحب ابني.
دلوقتي أنا في مأزق حقيقي، أنا مش عارفة أتصرف. هل أقول لابني الحقيقة وأكسر صورته عن صاحبه؟ ولا أدفن السر ده جوايا وأبعده من غير ما ابني يعرف السبب؟ ولو قلت ابني ممكن يتصدم فيا أنا، أو يلوم نفسه إنه جاب صاحبه عندنا. ولو سكت أيمن ممكن يتمادى أكتر، وأنا مش هقدر أتحمل أكتر من كده. الخيانة لما تيجي من حد أنت مأمن له بتكسر حاجة جواك مش بتتصلح بسهولة. أنا حكيتكم حكايتي علشان محتاجة رأيكم. هل أصارح ابني ولا أدفن الموضوع واسكت؟ إيه رأيكم لو كنتوا مكاني؟ هتعملوا إيه؟